بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا درسنا في احدى الاعدادي اولى اعدادي قصة عقبة ابن نافع رضي الله عنه، انه كان في مرة ذهب الى مدينة الحياة والسباع هو والجنود بتونس مدينة القيروان، وأخذ التخييم فيها فوجدوا أنها مليئة بالحيات والسباع المفترسة، فأخذ ينادي يقول: يا أيتها الوحوش وأيتها السباع ويا أيتها الحيات، نحن أصحاب رسول الله فارحلوا. فرحلوا فعلا على الفور. يعني كان المدرس يقول لك كانت الحيات تأخذ عيالها أولادها وتخرج، والسباع والأسود تأخذ أطفالها على ظهرها وتمشي، لحد ما فضت القيروان خالص وبقت كده نظيفة. فأخذوا التخيمة ونصبوا الخيام بتاعتهم فيها وأشعلوا النيران ونطفت تماما بقول: يا أيتها السباع ارحلوا والحياة فنحن أصحاب رسول الله. فكان هناك بركة يعني بركة مع أصحاب رسول الله في الكلام ونفسهم. حتى رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام يقول: من يأتي مضجعه أو فراشه ورأى حية يستأذن منها أولا ثلاث تذهب بعيدا، وإلا أن وجدتها موجودة فاقتلوها. فهو حذرهم قال لهم: يا أيتها السباع والحياة ارحلوا، إني أحذركم إني نحن أصحاب رسول الله. وسبحان الله، يعني شوف الوحوش والحياة سمعوا الكلام. يا رب ما اجيب حاجة وحشة. ودي قصة من قصص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، دي قصة حقيقية فعلا. وهنا احنا شوفوا يعني الواحد لما يطلع للنيل كده ويبص كده حواليه ويلاقي، ما يقعدش انا وعيلتي تحت البحر والبتاع ده، الاماكن دي مش لينا. تحت الاحجار والحجاره دي ممكن يكون في حياة، في تعابين. انا اقعد في مكان يكون يعني كده مصرمك مبلط انا وعيلتي، او ابص في اجر. لكن مكان فيه جحر، حتى يقول لك قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: لا تبي يعني ايه، لا يقضي احدكم حاجته في جحر فيلدغ فيموت. يعني هناك في صاحب من صحابة رسول الله قضى حاجته في جحر، وكان هذا في حية فلدغته فمات. إياكم وقضاء حوائجكم في الجحور، فإنها ليس بمساكنكم، فإنها مساكن الحشرات. ويقال إنه مساكن الجن اللي هم الجن يعني المستورين اللي هم الحشرات. لا تبيلوا في الأحجار فإنها مساكن الحيات والعياذ بالله والهوام. فالواحد يخلي باله وهو نازل وهو طالع وهو راكب برضو البحر، ما خطر بنفسه من ركب البحر مع عيل يمسكه في ايده، ما يستلهيش في اغاني بتاعه ولا مناظر. ايدك في ايديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.